يا صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل إخوات من مصر ومن خارج مصر. أحلى وأجمل إخوات، إخواتي اللي منورين حياتي، بحبكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ما تحرمش منكم أبدا. النهاردة كده هنضف معاكم كده الأنتريه ونخلي فلة شمعة منورة في دقايق كده، ما ياخدش مننا وقت خالص. بس طبعا هو طبعا الروتين أصلا بسيط. بس طبعا هنبدأ كده ببركة رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أمن عليكم لايك واشتراك في القناة عشان تكبر وتنور بيكم كمان وكمان. أحلى وأجمل أخوات، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وما تحرمش منكم أبدا. طبعا دي السجارة الصغيرة اهيت بتاعة الانتريه، شلتها طبعا عشان طبعا ننضف بقى كده الانتريه كده ونروقه ونخلي فل شمعة منورة في دقايق، ما ياخدش مننا وقت خالص. طبعا انتوا عارفين متونسوني بتشجعوني، بحب تكونوا موجودين معايا في كل مكان، ما تحرمش منكم ابدا، ويا رب دايما كده موجودين معايا في كل وقت وفي بص العمر كله، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا انتوا عارفين دي المنشة بتاعتنا. بصوا انا بحب المشة دي اوي اقسم بالله. دي السجادة اللي كانت امي الله يرحمها جايباها من العمرة بتاعت رمضان. إيه ما شاء الله جميلة، وربنا يرحمها يا رب ويرحم امواتنا جميعا اللهم امين. المنشة دي برضه ابي الله يرحمه اللي كان عاملها، الله يرحمه وجعله في الجنة ونعمها ويرحم امواتنا جميعا يا رب. فبصوا كل حاجة اصلا في حياتي إيه يعني بتفكرني بيهم، ربنا يا رب يرحمهم ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين. بص بقى بعد كده دي طبعا الصلصه اللي احنا كنا مصلصينها مع بعض، بس على فكره بقالها فتره يعني. بس طبعا حتى طبقه في الفريزرات عشان بقول الكفتات اللي كنت برضه عاملاها قبل كده. عيناهم بقى ان شاء الله. بصوا مخزناهم لرمضان بصراحه. الكفته ديت هما كيسين ان شاء الله باذن الله، اعملهم في في العزومه الكبيره بتاعه رمضان ان شاء الله باذن الله. والصلصه برضه مصلصاها ان شاء الله كده للعزومه. وربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ويا رب كده رمضان يدخل علينا بالصحة والستر والسعادة. آمين يا رب العالمين، وارزقكم من حيث لا تحتسبوا وبارك فيكم. وادخل علينا كده رمضان يا رب بالسعادة والصحة، اللهم آمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، آمين يا رب العالمين. بعد كده طبعا هنعمل هنكنس بقى الانتريه كده. طبعا شلت السجادة ونكنس بقى الانتريه، عشان طبعا في سجادة اكبر من الصغيرة اللي انا شلتها، نحط السجادة الكبيرة بحيث تدفي الانتريه يعني. على فكرة ده الانتريه دوت اللي انا بفتح منه اللايف يعني. بكون قاعدة على الكنبة الكبير. طبعا بحب اشارك كل حاجة معاكم، بتشجعوني وبشجع بكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وما تحرمش منكم ابدا. فطبعا حاطه الفريزر في الانتريه، لان انت بصراحه كنت حاطاه في الصاله، فحماتي يعني قالت لي ما ينفعش في الصاله، يعني حطيه في اوضه النوم. حطيته في اوضه النوم بصراحه صوته بالليل الجو بيكون رايق، وصوت الفريزر بيكون مزعج يعني مش حلو. فقمت حاطاه بقى في في الانتريه. كده كده الانتريه محدش بيقعد فيه، لان انتوا عارفين عاملين قاعده كنب بلدي كده، حاطه تحت عند البابا 3 كنبات وترابيزه وسجاده والحته متظبطه ورايقه وزي الفل. فاكتر الضيوف بيجوا اصلا بيكسلوا ان هم يطلعوا السلم، فبيقعدوا بقى تحت في المدخل اللي هو جنب البوابه ورا البابا كده على طول. مسافه يعني كبيره، وحاطه فيها 3 كنبات كبار، وفرشه سجاده وكنبه وبتاع والترابيزه وعلبه المناديل، والمكان رايق وزي الفل. وحاطين كمان مروحه، يعني بصهم قليل الاول اللي بيطلع فوق. فطبعا حاطه الفريزر وشكله كويس يعني في الجنب. مش كويس قوي بصراحه، بس هو يلا مش مشكله. في الاوض عامل صوت وفي الصاله مش نافع اصلا، كل اللي داخل يقول لا ما ينفعش تحط الفريزر في الصاله، كل اللي داخل واللي طالع حرام يعني وكده. المهم حطيته في الانتريه وخلاص. بعد كده عملنا استنى اما اشوف. يا لهوي لسه بنخلص ولا بنمسح آه، رشرشت شويه معطر ارضيات كده اللي هو بريحه النظافه. رشرشته بقى، وبعدين مسحت بقى الارضيه كده. على فكره الفيديو دوت اصلا مصوراه من فتره، بس اصلا بصوا ما كانش يعني عليه مونتاج، فقلت اسجل معاكم الوقت. النت فاصل. كنت هفتح لايف والنت فاصل. اصلا بقول لكم استراحه اقسم بالله النت. رحت افتح اللايف لقيت النت فصل. قلت خلاص مش مشكله، مفيش نصيب دلوقتي. قلت اما اسجل بقى الصوت. فالفيديو اصلا اساسا بقى له فتره. بصوا اقسم بالله بقى له حوالي شهر متصور على التليفون، وكان محتاج بس المونتاج. بس زي ما قلنا بقى يعني اما جه الوقت والنصيب. وربنا يجعل نصيبنا ونصيبكم في الطيب، امين يا رب العالمين. دي طبعا السجاده كنت غسلاها بقى في الصيف.
بص والله شاطره وشطور، وبص حتى على شريطه كده علشان ما تفكش ولا حاجه، تفضل واقفه كده صلب. إيه بصوا ما شاء الله اللهم بارك، نضيفه زي الفل اهيت. إيه حتى يعني أنا شلت الصغيره ونحط بقى ايه الكبير. نحط السجاير الكبيره بحيث ان هي تدفي ايه الارضيه بتاعه الانتريه وكده. لونها اصلا جميل كده ولونها هادي كده وايه وبسيط. وربنا يحفظكم. بصوا اقسم بالله انا اصلا بكون بصور او بكون بص كده بحس اصلا بكم وحياة ربنا. وربنا يحفظكم وما تحرمش منكم ابدا. اقسم بالله انتوا دايما كده في قلبي وحاضرين، اقسم بالله يعني انتوا بصوا بتبقوا غايبين وحاضرين في قلبي. وربنا يسعد قلوبكم جميعا وما تحرمش منكم ابدا، ويجعل ايامكم كلها سعاده وسعاده يا رب. اقسم بالله بحبكم. واقسم لكم بالله. وربنا يحفظكم ويبارك فيكم، احلى واجمل اخوات من مصر ومن خارج مصر. ربنا يحفظكم ويدوم عليكم الصحه والستر وراحه البال والمال الحلال، وارزقكم من حيث لا تحتسبوا، امين يا رب العالمين. ويدومكم نعمه في حياتي طول العمر، لانه بجد اقسم بالله انا اصلا بفرح بكم. ربنا يفرحكم، امين يا رب العالمين، ويجعل ايام كلها سعاده في سعاده. الوقت عملنا ايه؟ إيه حطيت السجاده. بصوا أنا بحاول ايه يعني احط الطرف بتاعها تحت الكنبه، لان هي السجاده كبيره يعني ايه، فعشان ما تعنقلش اي حد معدي ولا كده، فبحطها ايه امسكها بالكنبه. فهي اصلا اساسا الكنبه تقيله، فانا بحاول ايه ارفعها من النص او من الجنب بحيث ايه اثبت الطرف بتاع السجاده تحتها. فتمام تمت لهم ايه المهمه بنجاح. حطينا الطرف تحت الكنبه كده، وبعد كده هنعمل ايه؟ نجيب بقى الترابيزه. فين ترابيزه الانتريه؟ بمسح ظهر الفريزر. بص على فكره انا بفتكر معاكم انه بقول لكم اصلا بقى له شهر الفيديو ده مصوراه. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ما تحرمش منكم ابدا. اساسا هو كان هيفضل على التليفون مش هعمل له مونتاج، بس طبعا علشان النت ايه فاصل. فبص بقى قلت طالما النت فاصل قلت ايه اسجل بقى ايه الصوت واعمل مونتاج على الفيديو. او الوقت باجي باقي الترابيزه. اصلا الترابيزه تقيله لان عليها ايه بصوا رخامه كده، فهي اصلا تقيله في الحركه. بصوا اصلا محتاجه اجيب لها سبت ورد. بصوا بقالي كام سنه عماله اقول عايزه اجيب سبت ورد اقسم بالله، وكل ما اروح مشوار بنسى اصلا. بس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. إيه لو رحت المشوار كده قريب ان شاء الله اجيب لها سبت ورد يا رب، بس افتكر. على فكره هو مش غالي، بس المشكله ان انا بنسى، بس اقسم بالله مشكله النسيان. فالحمد لله، واكيد النسيان نعم. والله العظيم بصوا محقا النسيان نعم. يا لهوي التليفون وقع اقسم بالله شفتوا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ما تحرمش منكم. بصوا السبت دوت اصلا بقاله فتره، السبت دوت يعني يمكن بقاله حوالي 23 سنه. بس ان شاء الله اجيب سبت قريب يا رب، افتكر واجيب. كل ما اجي انضف الانتريه افتكر. يلا مش مشكله ان شاء الله يبقى النصري ونجيبه ان شاء الله على العيد. نجيبه على العيد ان شاء الله. بص بقى كده خلاص روقت بقى الانتريه اقسم بالله بقى. بص تحس انه بقى دافي كده عن الاول. السجاده طبعا دفت الارضيه، وربنا يدفي قلبكم بالصحه، واقول لكم مع السلامه.